عدنا والعود أحمد. عزائي لكل منكوب، وعزائي لكل مظلوم، وعزائي عليه كل بعيد على طريق الصواب. يعني لما نشوفوا دولة خارة قواها، الشعب انتخب ولم يفلح، عودنا الشعب انتخب ولم يفلح. علاش؟ لأنه الرئيس اللي تقمص شخصية المناضل والشهيد ودمي للمواطنين وعمري ووقتي ومنحبش القصور ومنحبش، كما يجيك هكاكا ممثل مغني يجي يحطولك في الواجهة باش يضيع لك وقتك ويرشفك ويخليك متعرفش تحسب بالضبط. هما هكا هيا وشد طريق. اي رئيس دولة قاعد يشد في الطريق متاعو يخدم على روحه، هو مش يخدم على روحه، هو عميل يتبع في الأوامر. لا تقولوا لي الجزائر، ولا تقولوا لي المغرب، ولا تقولوا لي ليبيا، ولا تقولوا لي تونس، ولا تقولوا لي سوريا، ولا تقولوا لي مصر او مصر. صحيح قلقوا منه جماعة الخليج وكشفوه، صحيح قالوا له ارحل ارحل، يزيك شحاذة ويزيك. ولا تقولوا لي لبنان، ولا تقولوا لي سوريا. راهو ما يهلك البلاد الا ما يهلك العائلة، الا الاب او الام، ربة البيت او رب البيت، وما يهلك الأوطان والشعوب اللي حاكم فاسد. لأنه لو نحلوا قوس، حنا توا اللي يحب يدافع على الحق يسجنوه، يبدأ شيخ قاري ويعرف عالم يستبعدوه. خاطر لو جاء رئيس دولة وعارف الدستور متاعه اللي هي دولة إسلامية، أكيد مش يحط في الواجهة في ذراعه اليمين وقدامه وفي قلبه وفي ضميره وفي اللاوعي متاعه الإدراك العقائدي اللي الاستشارة إلى صاحب التخصص. هذا ينحيوه. طالما هذا نحيوه، السارق تقطع يده، الزاني يجلد، المتزوج يرمى بالحجارة لحد الموت، العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم. ومن رأى منكم منكرا فليغيره في الأوان، وأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قل خيرا أم فاصمت. عليك باتباع السنة، وعليك بآيات الله عز وجل، وهي خريطة الحياة، فيها الكرامة وفيها الاعتدال. وقال محمد صلى الله عليه وسلم على آل بيته وصحبه وسلم تسليما كثيرا: نحن أمة وسط. طالما هذا المحور وهذا الثراء الإنساني اللي فيه كرامة وفيه مش فلسفة حياة، ولكن فيه مذاق الحياة، يوصلك إلى مذاق الحياة. تعرف ما ليك وما عليك، الحلال بين والحرام بين. مادام ما فماش هذه الميزان، ميزان العدل، ميزان المنطق، مادام هذا مغيب، مادام راهو أي واحد ينتخب رئيس دولة أعرف اللي هو مش يمشي، لأنهم يجريوا على المناصب، وبعديك يدخل هو في سياسة. ما عندهم انتخابات وفلوس طبعا تمشي سبهلة، لا على حساب القوت متاع المواطن، وتمشي احتفالات فلوس تمشي سبهلة، لا. وبربي باش نقول لكم حاجة اللي هي ديما نلاحظها، ولكن تو عندي الكوراج باش نقولها. كل رئيس ينتخبوه يا جماعة وين يمشي للجزائر، ما هو باش يعطيه الخطة. ويمشي لوين؟ يمشي للسيسي اللي هو ما هو ذاك الكاهن الأكبر والأعظم والعظيم ربي عز وجل. فيزيدوا يقولوا لا رد بالك والله يقطع رأسك. تتذكر وقتها رئيس الجزائر لما في الطائرة الرئيس الفلاني في مصر سممه وفي الطريق مات،
يبداو عاد هو ديجا داخل على طمع، داخل معناه شنو، شيطانه وشياطين الإنس والجن معاه هكاك محتفلين بيه. فهي الدنيا معناها ألوان كما قوس قزح. بينما الصادق هذا اللي حافظ الشريعة وأمين على قوله يشوف الدنيا يا كحلة يا بيضة، يا أبيض يا أسود لكن مش رمادي. بحيث كلهم غنيوا وكلهم ماشيين في الشكارة بتاع إن شاء الله يمشوا للتوبة. هلكم من أيام أم كلثوم قالت لك أروح لمين؟ قال لها سيد كشك الله يرحمه، قال لها روحي نار جهنم. وبعد قالت لك هالرأى الحب والسكارى. فهي غيبوا العبيد. وإذا واحد عنده مهمة وطنية كل شيء يتبدل، وكل شيء في نص الطريق تبدل وتولي مؤامرات، ما عادش تولي معناها تنفيذ دور مش خطة ولكن تقنين فيما هو مربوط بالشريعة والإنسانية. فرئيس من الدول العربية قال لهم أنا هنا بدلت الدستور. هل تراوي كي يبدل الدستور هو منتخب من أي دستور ومن أي قوانين ومن أي بنود، لكن الخطوة اللي بعدها يجي يبدل الدستور وحده هكا، مش وحده، هو روينا جي فويي قلتوا أصلا احنا دستورنا مطابق برشا اللي هو الأجندة الفرنسية، فنسخة مطابقة الأصل لما هو مش لنا للغرب، يعني بالدليل أنه قال لهم الإسلام يعني عام، ما مش نقيدوه بدولة. كيف ما تقيدوش بدولة؟ السارق اش تعمل له، والزاني اش تعمل له، والمرتشي وشهادة الزور واللي ياخذ في الرشوة، قلناها المرتشي الرشوة بشكل آخر اللي أو حق هذا ياخذ هذا. وبين قوسين يجي يقول لك والله هنا عندي أعداء، هذا يبدأ رئيس دولة عندي أعداء، يشوف المعارضين، رأيك المعارضين يحطوها هكا برا، حتى في فرنسا هكا يحطوها هكا جيلي روج بليتو جيلي ذيك جون الحزب اليساري واليميني، وهم كلهم متفاهمين. وبعد يقول له هكا عنا هكا حصاد فلاني، هكا عندك انت نسبة مئوية وهو هي كما هكاك ماشية، هكاك ماشية. فحتى ولو يتكلموا يزيدوا باش يضيعوا ويوهموا العباد انهم عندهم امل في هيك المنتخب، كان الانسان اللي وكان انتخبوه خير. هو كل شيء راهو مبرمج، هو مبرمج من حيث وقت اللي اوروبا مستعمره وجات تستعمر فينا، وحدها هكا جاتنا ومستمر الاستعمار. هما يقول لك هكا زعما راك مستقل، هما حبوا يعملوا هدنه. ويقول لك الحمايه، هما وقتها كانوا في حروبات يعملوا في حمايه روحهم حصانه باش يلقاو المأوى ويلقاو الاستغلال ويستثمروا ويسرقوا وينهبوا. والأراضي بتاع العرب أكثر من 3 راهي ديلهم، وهلم جرة. هو ربي يجاوبهم. هذايا أي رئيس دولة أنا نسميه الجحا والسرعق. كانت القصة واحنا صغار جحا ولا 40 سارق. فتوا يسرقوا فيه الشعب ويجيبوا واحد هذا جحا وجحجوح وجحيجش يقول له اعمل واعمل واعمل واعمل. فما سؤال كتم على قلبي بصراحة. الدول العربية المجاورة لنا احنا معناها دم واحد بصراحة، أصهار، لكن فما دولة واحدة لا أريد أن نقول عليها دولة واحدة يقول لك ربي يخليهولنا، ربي يحميهولنا، ربي يحميهولنا. هل نحى الزنا في البلاد؟ والبلاد هذيك أكبر نسبة في الإنجاب الغير الشرعي، وأكبر نسبة في الدعارة ومدخولها من الدعارة، وقننت الدعارة كما قننت أيضا
المثلية الجنسية. ما فهمتش علاش ربي يخليهولنا، وربي وعارفين أن فضائح ثابتة وظللوها. طالما تظللوا، طالما تقعدوا تعيشوا في أو فهمتوها الكلمة، في المجاري. السكوت، فما وقت السكوت ما يلزمش يكون. وزيد تقول رانا معناتها بلاد فيها فاروق. هو ولما سمي الفاروق؟ لأنه يفرق بين الحلال والحرام، ما ينامش الليل. مرة نحل القوس، مرة مش يصلي بيهم مع الصحابة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، مش يصلي بيهم استبطاوه، قال لهم سامحوني راني نستنى في الجبة متاعي حتى تشيح باش نجيكم. وكي واحد مبعوث من الروم جاء باش يشوفه، يلقاه بالي الثياب وتحت شجرة ويعمل في القيلولة. يسأل قال هذا هو الشخص؟ أي هذا هو الشخص. قال له هنيئا لك أنك تعرف تنعس. نغلق القوس بحيث شويطين شادين الكراسي ويشوفوا هكاك مستمتعين. هي نار جهنم، أما يشوفوها هكا حور عين، ويشوفوها يعني جنة النعيم. وهيهات هيهات هيهات. أما مش نقولها بالليبي كما قالها معمر، طز طز طز. هي ثقيلة الكلمة، لكن هي تجي ركيك على خاطر شيء مقرف. يعني تحطوا تستأمنوا كيما واحد يجي تقول له أنت الحارس الشخصي متاعي، هو يعبث لك بمصالحك وممتلكاتك وبعرقك وبعرضك وهلما. طول الملخص كامل أنه البلدان تتحكم فيها الماسونية، وانتهى الأمر. طالما السنة ماش تطبق انتهى الأمر. وهذاك علاش ربي غاضب علينا. ربي خلى الجبال والباسطة أي الأرض وما عليها الكل يتفجر ويتيح في لحظة، كن فيكون. سبحانه في ملكوته. قال لك راني غضبان عليك. ولهذا استفاقها والعودة إلى الدين، حتى ولو الحاكم حرامي. أنت يا أخي أمن راحة بالك، وبالقليل تعيش فيه بركة، وربي ما ينسى حد. الطير تمشي بطانة وترجع خصامة، أو العكس، تمشي جيعانة وترجع شبعانة. ربي ما ينسى حد، لأن رزقنا مقسم، والرزق ينتهي قبل العمر. سبحان الله. ربي ثبتنا على قول الحق. وشيء مؤلم، شيء حزين. في ولاية صفاقس تونس قطرة مطر ما نزلتش، بحيث هذايا بعده باش يجي أكيد زلزال، أكيد. مش ننتظروا، لأن كثر الزنا، كثر الظلم، كثر الباطل ولا صحيح، والصحيح ولا باطل، وكثر الصمت. يد الله هي العليا. وإن شاء الله يا ربي في ميزان حسناتي اللي قلته أنا، ولربما نموت في لحظة الكفة تطلع أني لما ريت منكر تكلمت عليه. صحيح تكلمنا مستاخر، لكن إن شاء الله ربي يدلنا الخير. واستودعتكم الله التي لا تضيع ودائعه، أحبكم في الله.